قلب الطبيعة في جنبيك خفاق، والنهر خلف رباك الفيح دفاق. للبدر في رملك التبري عربدة، وللصباح إذا حياك أشواق. الأبيات دي لواحد من أميز الشعراء السودانيين الشاعر الهادي آدم، والحديث عنه ما مجرد استعراض لشاعر معروف، بل هو قراءة علمية لتجربة أدبية عميقة لعبت دور كبير في تطور الشعر السوداني وربطه بالحركة الأدبية العربية. الشاعر الهادي آدم اتولد سنة 1927 في مدينة الهلالية بوسط السودان، وهي منطقة زراعية على ضفاف النيل الأزرق. ودي نقطة مهمة جدا في تحليل شعره، لأنه البيئة الأولى حسب الدراسات الأدبية بتكون دائما العامل الأساسي في تشكيل الحس الجمالي عند الشاعر. عشان كده بنلقى في شعره حضور واضح للطبيعة وصور النيل والحنين للمكان والإحساس البسيط الصادق اللي بيعبر عن حياة الناس في الريف السوداني. والغاب ما الغاب إلا جنة سبحت فيها الخواطر كالأحلام تنساق، تهتز أغصانها للطل ترشفه فتروي منه أشواك وأوراق. أما من ناحية التكوين العلمي، الهادي آدم كان شاعر مثقف أكاديمي، درس في كلية دار العلوم بالقاهرة، وبعدها واصل دراسته في جامعة عين شمس وحصل على دبلوم عالي في التربية. التكوين ده خلاه يجمع ما بين المعرفة العميقة باللغة العربية وآدابها وبين القدرة على توظيفها في شعر موزون ومتماسك من الناحية الفنية. عشان كده بنلقوا في نصوصه قوة لغوية واضحة مع التزام بالبناء التقليدي للقصيدة، خاصة في بداياته. ماذا يكون إذا انقضى أجلي، توقف الخفاق في صدري، وتطلعت روحي محلقة عبر الفضاء تطوف كالنسر. أترى الحياة تظل صاخبة، وكما عهدت نظامها يجري، أم سوف تخشى الكون واجفة تجتاحه حينا من الدهر. من منظور نقدي، الهادي آدم يعتبر نموذج للشاعر البسيط أو الشاعر الجسر، لأنه تحرك بين عدة مدارس شعرية. يتأثر في البداية بالمدرسة الكلاسيكية الإحيائية زي شعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وده واضح في التزامه والوزن والقافية والصورة البلاغية التقليدية. لكن مع الزمن اتجه نحو الرومانسية وبدأ يركز على العاطفة الفردية والحنين والتأمل في الطبيعة، ودي السمات الغالبة في ديوان كوخ الأشواق. بعد ذاك انفتح جزئيا على الشعر الحديث، شعر التفعيلة، بدون ما يقطع علاقته بالكامل بالتراث. الشاعر الهادي آدم إنتاجه الأدبي كان غني متنوع، من أهم دواوين كوخ الأشواق الصدر في الستينيات، واللي يعتبر النقاد من أهم الدواوين في الشعر السوداني، لأنه جمع خلاصة تجربته المبكرة واحتوى على موضوعات متعددة زي الغزل والحنين والوطن. بعد ذاك جاء ديوان نوافذ العدم في الثمانينات، واللي اتسم بعمق فلسفي وتأمل في قضايا الوجود والعدم، وده بيوضح تطور تجربته من العاطفة البسيطة إلى التفكير العميق. بعدين أصدر ديوان عفوا أيها المستحيل في التسعينات، واللي كان فيه نزعة بتاع التحدي وإرادة قوية في مواجهة الواقع. إضافة لده كله كتب مسرحية شعرية بعنوان سعاد، يتناول فيها قضايا اجتماعية مهمة زي الزواج القسري، ده دليل على ارتباطه بالمجتمع وقضاياه. من الناحية الموضوعية، شعر الهادي آدم ما كان مقتصر على الغزل، بل تناول قضايا وطنية زي مقاومة الاستعمار وقضايا اجتماعية والرسائل، إضافة إلى التأملات الوجودية. وده بيوضح انه كان شاعر شامل عنده قدرة على التعبير عن مختلف جوانب الحياة. كمان كتب في مراحل متأخرة قصيدة لن يرحل النيل، واللي فيها كان رجوع واضح للذاكرة واستحضار لطفولته وأماكن نشأته الأولى، ودي سمة بتظهر عند كثير من الشعراء في مراحلهم المتأخرة. من كان يسقيني ومن ذا يطعم، وأنا على مهدي أصم وأبكم، من ذا يترجم صرختي ويحيلها معنى فيدرك ما أقول ويفهم، فإذا أجن الليل مهدي من ترى يمسي يهدهده ولا يتضرم، من ذا يطيع أوامري ومن الذي في ليله ونهاره أتحكم، أمي ويا لفؤادها من جنة كم ذا نعمت بها وكم ذا أنعم. على المستوى الاجتماعي والثقافي، الهادي آدم اشتغل في مجال التعليم لفترة طويلة، وكان عنده دور في نشر الثقافة من خلال إنشاء الجمعيات الأدبية في المدارس والإشراف عليها. الدور ده مهم لأنه بيحول الشاعر من مجرد منتج للنصوص إلى فاعل ثقافي مؤثر في المجتمع. أغنية غدا ألقاك واحدة من أشهر أعمال الهادي آدم، ودي القصيدة خلى الصوت يوصل لكل العالم العربي. القصيدة الأصلية كانت بعنوان القد،
كتب ضمن ديوان كوخ الأشواق، لكن لما قراها أمام أم كلثوم بحضور الموسيقار محمد عبد الوهاب تم تعديل بعض الأبيات والكلمات عشان تناسب صوته وذوقه الفني. أم كلثوم سجلتها على أسطوانة في القاهرة وطلعت رسميا في مايو عام 1971، وكانت بمثابة جسر بين الشعر الفصيح والمستمع العادي، لأنها خلت الناس تفهم الشعر وتردده عن ظهر قلب. الأغنية دي خلت اسم الهادي آدم يبقى مرتبط بالصوت الجميل والقصيدة الخالدة في ذاكرة كل المستمعين. غدا ألقاك يا خوف فؤادي من قدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. كم أخشى قدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستنيه لكن هبته لما أهابا، وأهلت فرحة القرب به حين استجابا. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلب مسه الشوق فذابا. في ختام مسيرته رحل الشاعر الهادي آدم في 30 نوفمبر سنة 2006 بعد حياة طويلة مليانة عطاء في ميادين الأدب والتعليم والثقافة. ترك لنا وراه إرث شعري كبير ظل في حي في وجدان الناس وما زال يقرأ ويتداول إلى يومنا هذا. دي كانت حلقتنا اليوم من برنامج النفاج، أتمنى تعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله وحفظه.